السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. من اول مقابلة ازاي تعرفي خطيبك مناسب لك ولا لا؟ وخلي بالك اول قعدة مع خطيبك دي مش مجرد دردشة وتعارف، انت لازم تكوني واعية ومركزة قوي، وحطي في دماغك انك انت مش هتشاركي عمرك كله مع واحد بس علشان عجبك شكله ولا علشان قال كلمتين حلوين. اولا ما ننكرش ان الشكل والمظهر العام لازم يكونوا مقبولين، بس خليني اقولك ازاي من اول مقابلة تعرفي هو مناسب ليكي ولا لا، وتخرجي من القعدة دي وانت مش متلخبطة ولا محتارة، بالعكس تبقي واثقة من احساسك ومن القرار اللي انت هتاخديه. الجواز مشروع عمر وشركة، لازم تتبني على الاحترام والتفاهم والصدق. طيب المقابلة دي ما ينفعش يكون فيها اي تصنع، لازم كل واحد يكون على طبيعته. وتبصي له النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. فنظرة التعارف دي نظرة الحلال، لازم تبصي له كويس وهو يبص لك وتشوفوا بعض وتكونوا يا رب عجبتوا بعض كده، بس لازم تكونوا مصحصحة كده وشاربلك كوبايتين قهوة قبل ما تقعدي معاه، لان لازم تعرفي دماغه دي بتفكر ازاي. اولا تسأليه بتشتغل ايه، وبتحب شغلك ولا لا، وشايف مستقبلك ازاي، وايه هدفك، ونفسك تعمل ايه كمان مثلا سنتين تلاتة. لو لقيتيه بيقولك معرفش اهو الدنيا ماشية وخلاص واحنا سايبينها على الله ونعم بالله، بس ده يبقى ما عندهوش هدف. الراجل اللي ما عندوش خطة ولا هدف ده بتبقى يعني سوري يعني دماغه فاضية، هيضيعك معاه. اما لو بدأ يحكي لك وقال لك ان عنده خطة وحلم ولو بسيط جدا، يبقى ده عنده اتجاه وفيه خطة هو ماشي عليها. وخلي بالك بقى من اسلوبه في الكلام، هل اسلوبه راقي ولا لا؟ بيسمعك، بيقاطعك، صوته عالي، بيضحك عليك وانت بتتكلمي. خلي بالك لو بيعمل كده هيفضل طول عمره يتمقلس عليكي ويقلل منك قدام الناس، ويقلل ثقتك بنفسك كمان. انما الراجل بقى العاقل يسمعك باحترام ويفهمك ويبتسم كده معاكي عادي، يعني فاهم انت بتقولي ايه. وركزي بردك على نظرته للمرأة، اسألي ببساطة جدا يعني انت نفسك زوجتك تبقى ايه بالنسبة لك. لو قالك بتطبخ وتنظف وتسمع الكلام وتربي العيال، يبقى ده شايفك مجرد يعني موظفة في البيت. انما لو قالك نفسي تبقى شريكتي وننجح سوا ونستند مع بعض ونكون احسن حد في الدنيا، فده شايفك بني ادمه لها قيمه ولها كيان، مش مجرد بس يعني خدامه هتطبخ وتكنس في البيت. صليتي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده بقى تخشي معاه في طريقه الاختلاف، حاولي تقولي اي راي مختلف عن رايه حتى لو حاجه بسيطه جدا. يعني مثلا ممكن تقولي انا ما بحبش الكوره، شوفي رده فعل ايه، اتعصب، استغرب، غير الموضوع، ولا قالك كل واحد وذوقه وخد الموضوع عادي وببساطه. لو بيتضايق من الاختلاف يبقى ده هيضايقك في الحياة لما تختلفوا على التربية والفلوس والأهل والأكل والعيال والخروجة وغيره وغيره وغيره، حتى لبس العيد. ليه؟ لأن ده عايز القرار قراره والرأي رأيه حتى لو غلط، ده بني آدم متعب. بعد ما القعدة تخلص اسألي نفسك سؤال مهم قوي: هل أنا كنت مرتاحة وعلى طبيعتي، ولا كنت طول الوقت بفكر في كل كلمة أنا بقولها؟ طب كنت حاسة إني بمثل ومتوترة؟ لو جالك الإحساس ده من جواكي فدي إشارة بتقولك يعني إيه ابعدي. شوفي يا حبيبتي الخلاصة، خطيبك مش لازم يكون كامل أوصافه مثالي، لأن مفيش حد كامل إلا محمد صلى الله عليه وسلم، بس لازم تحسي معاه بثلاث حاجات: تحس براحة نفسية، واحترام متبادل، وصدق. لو التلاتة دول موجودين يبقى في أمل كبير إن العلاقة تنجح بإذن الله. في فيديو بقى طويل نازل على القناة هكلمك فيه عن التفاصيل الأساسية وأسئلة هتسألها لخطيبك ازاي تكتشفي خداعه من غير ما تسأليه مباشرة. أنا عايزاك تتابعي القناة وتشتركي وتفعلي زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات المهمة دي، وشارك الفيديو مع اي بنوتة جميلة زيك داخلة على خطوبة يمكن يكون سبب في انها تاخد قرارها الصح في حياتها. السلام عليكم.